الاستبداد السياسي الذي بدأ مبكرا في حياة هذه الأمة منذ الدولة الأموية، وزاد على أيام الدولة العباسية، واستمر في أيام الدولة. والإسلام كما تعلمون ليس شعائر فحسب، إنما هو منهج متكامل ينبغي أن تقوم الحياة على أساسه ليقوم الناس بالقسط. لقد أنزل الله الكتاب لهدف واسع، والشعائر التعبدية ذاتها إن هي إلا وسيلة من الوسائل التي تعين على إقامة القسط في حياة البشر. لكن نتيجة الاستبداد السياسي الناس انكمشوا، لأنهم إن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يتعرضون لغضب السلطان، فيقول القائل منهم في نفسه: لا يا عم، خليك بعيد، خليك في نفسك، صل الركعات اللي عليك، صل الفرض وصوم رمضان وادفع الزكاة اللي عليك وحج البيت واعتمر، وخليك بعيد الشر، ابعد عن الشر وغني له. هكذا تقول الأمثال. هذا أثر تأثيرا سيئا جدا في واقع الأمة. إن الإسلام بينحسر، ليس كما أنزله الله وليس كما أراده الله، إنما أراده الله ليقوم الناس بالقسط، لتعيش البشرية في ظل المنهج الرباني، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الفكر، في كل العلاقات بين البشر بعضهم وبعض. تحكمهم شريعة الله، يحكمهم المنهج الرباني، يحكمهم ما أنزل الله. لما الناس انحسرت عن العمل في الميدان الجماعي وأصبح الدين ممارسة فردية ومتكئا على الشعائر التعبدية وتاركا الواقع، هل كان يتوقع أن يظل الواقع محافظا على إسلاميته أم يزداد بعدا عن الإسلام؟ الإسلام لا بد له من بشر يقومون به. هو دين الله، نعم، هو الشفاء لكل الأمراض، نعم، لكن من سنة الله الجارية أنه لا بد من جهد بشري يقوم به البشر ليتمكن هذا الدين في الأرض. الله قادر سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه بغير بشر وبغير أدوات، لكن سنته هكذا. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن تنصروا الله ينصركم. هل يعجز الله سبحانه وتعالى عن أن ينصر دينه؟ كلا بالطبع، وحاشا لله أن يعجزه شيء في السماوات والأرض، لكن سنته هكذا. خلق البشر في كدح وخلقهم وجعل بينهم هذا التدافع الذي قال فيه سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. هذه هي السنة الربانية. فلما انحسر الدين تدريجيا إلى الشعائر، طبعا أثر هذا في واقع المجتمع وجعله ينحرف أو يزداد انحرافا عن المنهج الرباني، ولا يجد من يرده إليه، لأن الناس منحسرون خوفا أو تكاسلا أو لأي سبب من الأسباب، أو بتأثير الفكر الإرجائي أو بتأثير الفكر الصوفي، انحسروا في العبادات وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.